بونجور. انت شو معك يا بكير؟ ما هي هيك دايما القصص بتصير بالقلب، وقت يكون عندي شغل بوعى غصبا عني، وقت ما يكون عندي شيء بأنبز من قبل الضوء. عادي حبيبتي، كلنا بصير فينا هيك. شو عم تاكلي؟ فاصوليا ورز طيبين الصبح. حليب وكورن فليكس حبيبي، شو بدي اكل يعني؟ هدول الكورن فليكس انا شريتهم هيك لهم. إيه بس هذا انا عملته. ايه ماني هذا بصير لإلي، بتفوتي بتعملي غيره. شو عامله اليوم؟ رايحه لعند بيي، صار لي زمان ما طلعت عليه. انت؟ ولا شيء، مرخيتها بالبيت بدي احضر شويه تي في عادي. ليكي خليني انصحك نصيحه، اذا بدك تحضري ديفيديز تحضري من يلي على الشمال، ما بتقربي على تبع اليمين. اوكي؟ لانه اليمين ماني حاضرتهم بعد. عمرك ست ميرا غيره. ليكي تشطيفة كنيسة للبيت ما بتشكي من شيء لانه صار بده. حياتي انت ليكي مع بالك اطبخ لك شي طبخه وهيك وقعد تكوني مستحيه او خجلانه، لانه بعرفك بتخجلي وهلا بكون ممنونتك. خوطه وبلا مربى. نطفي الحمام وراكي. فشلتي. بونجور. بونجور. عندي موعد مع الأستاذ كميل. مين بنقول له؟ قولي له باسكال. انت باسكال؟ تشرفنا، اهلا وسهلا فيكي. لو عرفك على حالي، انا كاتيا سكرتيرته الخاصة للأستاذ كميل. تفضلي ارتاحي لنشربك فنجان قهوة.
لا، بفضل اشربها جوا بالمكتب مع كميل. كميل، الأستاذ كميل مشغول 10 دقايق بس. تفضلي ارتاحي، تفضلي. لا ما عليه، بفضل ضلني واقفة مرتاحة هيك. ضلي واقفة. كيف بتحب القهوة، بسكر أو بلا سكر؟ أكيد بلا سكر. أنا قلت أكيد بلا سكر تشربي لتحافظي على الجسم. لو سمحتوا فنجان قهوة بلا سكر على مكتب الأستاذ كميل. ميرسي. قد ايه وزنك؟ سوري؟ وزنك قد ايه وزنك؟ إنه حسب بين 50 و51. ما بتفكري أبدا تعملي دايت؟ لو خلص يا ولاد توشتوني، راسي قد الطبل. Roro macano, allegine alla meso, pezzo sì, pezzo sta, acciù! Roro macano, allegine alla meso, pezzo sì, pezzo sta, acciù! Roro macano, allegine alla pezzo sì, pezzo sta, acciù! ميرا، هي أهلا يا أهلا، اتفضلي اتفضلي. يعني بعتبر الموضوع منتهي وراح أكون أنا بطلة الفيلم؟ لا، انت مش بس رح تكوني بطلة هيدا الفيلم، انا في كذا مشروع براسي. قلت لك وبرجع بقول لك، رح اعملك ممثلة صف اول وبكره بتشوفي. ميرسي يا أحلى منتج بالعالم. انت بتعرفي ليه انا بدي طلعك؟ بدها 2 يحكوا فيها. هلا اذا مفكرة لانك حلوة وبتتغنج علي بتكوني غلطانة. انا بالنهاية بزنس مان عم يغامر بمصرياته، وما في ولا وحدة بتستاهل اني غامر بمصرياتي كرمالها الا اذا كان عندي ثقة انها رح تنجح وتنجحني معه. وأنت أكيد شايف في هالشي، ما هيك؟ هلا للشايف انا شايف فيك اكتر من هيدا الشيء. المهم انك تشتغلي على حالك. وأنا مستعدة لكل شي، كل شي. لكن بنبلش بعزيمة هذا. بفضل عشا، انتيم أكتر. الحقيقة رح نتفق كتير. قلت لك إني مستعدة أعمل كل شي كرمال آخذ بطولة الفيلم. قلت لك رح تاخديها. دونزالين؟ نعم. تفضلي، هي إليك. ميرسي. زهرة الأوركيد هي زهرة الفخامة، وتقول: سأجعل الحياة جميلة من أجلك. لا ما بصدق،
مش معقول. هلا بعدني اخذ الوردات. ميرسي على الاوركيد. ميرسي على ايه؟ انا دايما ما بعتش حاجه عشان تشكريني. شوفي بقى مين اللي بعتهم واشكريه. مين لكان؟ وائل. والله. مين وائل؟ ما هو انت ما عجبكيش اسم وليد اللي هو بطل القصه، فانا غيرته وخليته وائل على وزن نائل. حبيت. على كل حال انا عازمك النهارده على مفاجاه لذيذه جدا واكيد هتعجبك. بس مين عزمني؟ وائل او نائل؟ على حسب انت هتقولي ايوه لمين، لوائل ولا نائل. شوفي. بعتقد ما في اقول لا ولا واحد منهم. بس انا عارف بقى هتقولي ايوه لمين. يا ابو خالد مفيش وقت، يلا بسرعه. شنو؟ حبيتها؟ يلا شو كبرانين. اشتقت لكم كثير أنا كمان اشتقت لك. أنا كمان اشتقت لك أختي حبيبتي أنت. كيف لجرى جيتي لعنا؟ جيت شوف بيي وإخواتي. ولو اذكريني معهم. ما اسمي غير مرت بيك وام اخواتك. بس مش أمي. يا ريت بتعتبريني مثل امك. بس ما حدا فيكم محل أمي. انا ما عم بطلب محل امك. انا بحبك وعم بعاملك مثل اخواتك. ليش هيك عم بتقصصيني كأنه انا سبب بموت امك؟ ليش بتكرهيني هالقد؟ بعتذر إذا حسستك إنه بكرهك. أنا ما بكرهك أبدا. وين بابا؟ راح عند عمو نزيه، ما بتلاقيه إلا واصل. اليوم عملي ملوخية، بتاكلي معنا؟ لا معلش ماني جوعانة. دار دوري فينا ضلي دوري فينا يا دار دوري فينا ضلي دوري. ميرا انت هون؟ اشتقت لك. انا كمان مشتاق لك. لا مقسية قلبك ما عم تيجي لعنا. كان لي فترة شوي مضغوطة بالشغل، لهلا لفتيت. بدك تتغدي عنا ما هيك؟ أنا قلت لها بس ما قبلت. كيف ما قبلت؟ إجباري بدك تتغدي عنا. فوتي حضري لنا أحسن أكل. فوتي حاضر حياتي. صحيح نسيت اقول لك حاجه. لينا عامله حفله عيد ميلادها بكره. طيب ان شاء الله الف مبروك. ليش عم تقولي لي؟ بقول لك عشان تيجي معايا. لينا بتعرف انه انا وانت مع بعض؟ بتعرف ما هي لينا صاحبتي الانتيم وقلت لها يعني ايه المشكله؟ بعرف انه هي صاحبتك الانتيم. المشكله انه انا ما بدي حدا يعرف، وانت بتعرفي هذا الحكي منيح. ليه ما حدش يعرف؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ ما احنا زي اي اتنين مرتبطين. الا بقى لو انت مش معتبرنا مرتبطين. مش قادره اصدق. لو انت شايفنا مش مرتبطين امال احنا ايه؟ فريندز؟
عشان كده انت اتضايقت امبارح لما جبت فرشة سناني عندك في البيت. لا 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 عادي، ولا تحرقي هيك دائما بلا طعمي، عادي. الموضوع كلياته انت اصلا فهمتيه غلط كله. طب فهمهولي صح. شفت بقى ان انا اللي فاهمه الموضوع صح؟ شو بك حبيبي؟ يلا افتح تمك. طب خلص ما بدي شو ماما؟ شو بك يا حبيبتي؟ ليه ما عم تاكلي؟ عم باكل. شو حبيبتي؟ عجبتك الملوخية؟ عجبتني. خبريني، بعدك قاعدة مع اللين بنفس البيت؟ ايه اكيد. مين إلي غيرها اصلا؟ كيف مين إلك غيرها؟ ونحن شو؟ يا حبيبتي يا بيي، لو بتقنعي وبتيجي بتسكني معنا هون بالبيت، على القليل بصير شوفك كل يوم، وهيك بتوفري اجار الشقة. بي صرت قلت لك مليون مرة، هيدي الشقة هي شقة أهلها للين، يعني نحن ما بندفع أجار. أنجأ منجيب القصص يعني اللي نحن بحاجة لها ونقسمهم بالنص. بعدين هون البيت بعيد وصغير، أنجأ يساعدنا كلنا. لا صغير ولا كبير، ما تعتلي هم. انت قرري تجي تسكني معنا وشوفي، بعطيك الأوضة الكبيرة وبحط الأولاد بالأوضة الصغيرة، بس قرري وتعي، بدنا ننبسط فيك كتير. فكرة منيحة. شو قلتي؟ لا، قلت لك هون بعيد عن شغلي، واصلا انا تعودت اقعد لحالي. حلو؟ حلو. كل ما بدك تزوري بيت بيك بدك ترجعي مدبرسة وعم تبكي انه مش حالي هي. مش بإيدي. كل ما اشوفهم مجتمعين كعائلة ومبسوطين بالظاهر، بحس حالي لازم اكون انا على محل اخواتي وامي على محل سلام. بحبهم لاخواتي، بحبهم كتير، بس بحسدهم انه عندهم عائلة وام وحرام سلام. كتير بتجرب تتقرب مني وتحسسني انه هي بدها تهتم فيي، بس ما عم بقدر. بحس انه امي عم بتشوفني كل الوقت، بحسها بكل زاوية من البيت. حبيبتي اكيد بدك تحسي فيها، لانه بالنهاية وهتفكري اذا هي مش موجودة معك هلا، يعني هي مش قاشعتك، مش حاسة فيكي. هيدا قلب الام، مش ممكن تتركك. انا اشتقت لها كتير. اكيد بدك تشتاقي لها ميرا، بالنهاية هيدا امك، حقك تشتاقي لها.
اذا ما رح تبطلي توقفي بكي انا ما رح اروح اتعشى مع نائل الليله خلص. لا 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 خلص بليز تحرق انت مع نائل، انا ما بدي شيء. شو روحي انبسطي، شو في شكلك؟ ليك عن جد ما بدي شيء. متأكدة؟ متأكدة. وعها وعدتيني بلا بكي. واو، ايش يا كريم؟ ميرسي. تفضلي. خلينا نتفق على شيء. الشغل اللي رح تبطل تعملها بعدين ما تعملها هلا. مبدئيا حبيت البعدين. لوين رايحين؟ انا شخصيا ما اعرفش، في الحاله دي لازم نسال وائل. اوكي. تفضلي. لا لا بليز بليز عن جد خايفة، عن جد خايفة، بليز بليز يلا شو عم بدك؟ لك شو هيدا؟ بس بعدين انا مالي باللي بيحصل ده وائل مش انا. وانا ما بوثق بوائل. خلاص ثقي في نائل. لحظة شو عم يتحرك؟ شو عم يتحرك؟ لا دخت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وبعدين؟ ولا حاجه، شيلي بالي على عينيك. ما معقول وائل شو رومانسي. ايه رايك؟ عن جد حاسه حالي بطلة بقصة، انه بالحياة الطبيعية ما في حدا بيعمل هيك. ساعة غدا ببيت مهجور، ساعة قعدة رومانسية ببحيرة. عن جد نيالي بوائل، يمكن لأنك كاتب خيالك واسع بتفكر بهالطريقة. ويمكن يكون بطل القصة على باله إن لين تحب وتنغرم فيه. إذا هيك طمن بالك، يعني إذا بيكمل بهيدي الطريقة على الأكيد رح تنغرم فيه. وهو ده اللي هو عايزه. وأنت شو بدك؟ أنا مش عايز حاجة غير إن بطلة القصة اللي عندي تكون مبسوطة. مبسوطة؟ أنت شو شايف؟ أنا إحساسي بيقول إنك مبسوطة قوي. وإحساسك بمحل. بس عندي إحساس تاني. شو هو؟ إن لين ووائل هيحبوا بعض.
شوف انا بقالي اعرفك قد ايه، لا قادر افهم تركيبتك ولا اعرف بتفكر ازاي. ولا رح تفهم، مش لحتى انا افهم بالاول. طب مش احنا اصحاب؟ تعال نفكر فيها بصوت عالي. تفضل اشوف. يوم مش عايز لارا ويوم عايزها. يوم لا ما بحبش لين، يوم لا بحبها. هلا انا كل شغله بدي احكيها انا وياك بدك تدخلي لين بالموضوع؟ حبيبي لين هي الموضوع. عارف ليه لين الموضوع؟ عشان لا هتحب ولا حبيت حد قدها. لا بعدني بحب لين ولا بدي احب حدا تاني، منيح هيك؟ من الاخر يعني؟ طب لما الموضوع من الاخر كده وانت مخلص يعني، قاهر نفسك ليه عامل مناحة على لارا؟ مقهور من الشيء اللي عم بعمله فيها لانه ما بتستاهل. ولين هي اللي كانت تستاهل. رجعنا للين. رد. ايه يا استاذ كميل؟ ايه شو صار معك؟ بشو شو صار معي؟ شو بشو؟ معناه اللي اجتمعت فيه؟ لا بعد ما حكيته، ما اجتمعنا مع بعض. ليه بقى؟ رجع قلت لك بدي تحل لي هالقصة انت وياه. خلص يلا دق له، التنين بدي اياكم متنازل عن القصة. خير يا عم في ايه؟ في نيران نايل. ماشي. تليفونك عم برن. الشخص اللي انا عايز اكون معاه بين ايديا، معقوله هسيبه ورد على مكالمه التليفون؟ انت ليه هالقد منيح؟ مش على قد منيح ولا حاجه، انت بس اللي تلاقيك كنت تعرفي ناس وحشه. تفضل، هي صاحبك ما عم يرد علي. يمكن معهوش رقمك وما بيردش على ارقام غريبه، انا دايما بكلمه من عندي. ما يواخذنا، انا نسيت انه هو شخصيه مهمه لدرجه انه ما بيرد على الارقام اللي ما بيعرفها. روق بعتذر. جرب دق له من عندك. بقول له بعرفهم انا، هدول النماذج بعرفهم، قصنص مرض بعرفهم. الهيئة اللي عم بدق لك شكله مصر، بركي في شيء. هو بيني وبينك تليفون شغل. اها لكن بليز ردوا، انا بهالوقت برتاح شوي، ذوقتني. الو. بونسوار نايل. سوري انا بحكيك شيء بوقت مش مناسب. الحقيقه انا مش فاضي دلوقتي، ممكن تكلمني بكره. ايه طيب، ما مشكله، بنحكي بعدين. ماشي، مع السلامه. عن جد وقح يعني بتوقع له تحت اسمه هيك وقح؟ لا ما عليك، كان فيك تحكي. هو الحقيقه انا قاصد ان اغلس عليه في المكالمه دي بالذات. ليه والله؟ شكلك لئيم. لا خالص مش لاقيهم ولا حاجه. شوفي يا ليه، انا بحب اتعامل مع الناس بنفس الطريقه اللي هم بيعاملوني بيها، بس الشخص ده بالذات كان لازم ارد عليه كده، لان الراجل ده مره ما احترمنيش ومره التانيه ازعجني. شو عمل لك؟ ما احترمنيش عشان كان في ميعاد شغل بيني وبينه واتاخر عليه، وازعجني لانه قطع عليا احلى رقصه مع احلى انثى في العالم. انا بدالك بقتلك. اقتله؟ قصدي بالقصه. احتمال وارد، افكر فيه. خلص هلا بس روح على البيت تقعد تكتب عن هالقعده الرومانسيه بيني وبينك، قصدي بيني وبين وائل. ما تخلي التليفون يرن، او هذا الشخص اللي اتصل يعني خليه يعمل شي اكسيدون،
شي حادث يموت حتى قبل ما يتصل. عارفه يا لين ايه احلى حاجه في الكتابه؟ انك تحسي انك عامله كنترول على كل حاجه في العالم اللي انت خلقتيه بكل تفاصيله. يعني تقدري تتحكمي في كل الشخصيات اللي موجوده زي ما انت عايزه. ازاي تعذبيها، ازاي تعصبيها، تضحكيها، تبكيها، وممكن يجي يوم من الايام تقتليها. حلو انك تقدر تتحكم بكل شيء. عن جد حلو هالشعور. حلو ومش حلو، لان الشخصيات دي بتفضل في راسك 24 ساعه في ال 24 حتى وانت نايمه، لدرجه ان ممكن الواحد يزهق من كتر الحكي بتاعهم. طيب بما انه انت اللي بتتحكم فيهم، ليه ما بتسكتهم؟ دي الحاجه الوحيده بقى اللي الكاتب ما يقدرش عليها. خلينا اشرحها لك. الكاتب بمنتهى البساطه ممكن يقتل شخصيه على الورق، حقيقية وموجودة.